ان الماتش بتاع السوبر المصري ده من اهم الماتشات في التاريخ ما بين الاهلي والزمالك، تمام. خاص بالحقبه الزمنيه ديت، لان كان الخارج منه زي ما بيقولوا مولود. يعني الكسبان مولود والخسران مفقود. مفهوم. الإدارة بتاعت الأهلي كانت تحت ضغط رهيب جدا، كان لازما إن الإدارة يبقى في عهد المدرب الجديد بدأ ببطولة كبيرة على حساب نادي كبير زي نادي الزمالك. في تمام. نفس الوقت من الناحية التانية إن الزمالك كان لازما بأي طريقة كان عايز يكسب الماتش ده. الزمالك لو أنت تفتكر كان يعني على شفا الانهيار قبل ماتش السوبر الأفريقي اللي الزمالك كسبه. الماتش ده إدى شرعية لمجلس الإدارة إن يقعد سنتين لحد دلوقتي. مظبوط. لو كان خسر الماتش ده كان ممكن بكل بساطة المجلس بتاع الكابتن حسين لبيب كان ممكن يواجه خطر ان هو الإقالة او الاستقالة او ايا كان. الاهلي اداله قبلة الحياة. المرة دي الموضوع مختلف خالص. اكيد انت شفت ان في ناس كتير بتتكلم ان عايزين مجلس الإدارة يمشي. ناس كتير هاجت على الفرقة بمعنى الكلمة، لان كانوا متوسمين ان الاداء اللي حصل من 45 يوم لما الاهلي كسب ما يتكررش تاني، وان الزمالك يكسب الماتش ده. وناس كتير كانت بتتكلم ان الزمالك عنده